السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي لكم خبر حلو يا جماعة. نزول في أسعار الكتاكيت، وتحديدا الكتكوت الأبيض. كانت الأول هقولكوا الأول كانت بكام والوقت بقت بكام. كانت وهي وصلت لسعر 32 جنيه للكتكوت. تخيلوا نزل فرق كبير. بقى الوقت الكتكوت ب20 جنيه، والكتكوت الشركات ب22. تخيلوا النزول الكبير ده. يا رب دايما ينزل اكتر من كده، لان برضه هو 20 كتير. فاللي عايز يشتري كتاكيت بلاش اليومين دول، لان العلف سعره عالي والكتكوت سعره عالي، فمش هتعرفي توفري حاجة. وكمان بيموتوا وبيعيم ولمبة ونشارة. فبلاش في الوقت ده مش هتوفري حاجة ومش هتعرفي تعملي حاجة، وكمان اغلبهم بيموت لان الجو برد برضو اليومين دول، لسه الجو برد. فاصبري شوية لما الجو يصلح، وبعدين هيكون رمضان قرب يجي، فهتكون الفراخ ارخص من الوقت. الناس الوقت لسه بتجيب كتاكيت برضو تربيها رمضان، حتى لو هتلحق اخر رمضان. اصبري شوية وهاتي قرب رمضان. ايه يعني لما تاكليهم على العيد او بعد العيد. اصبري شوية والاسعار هتنزل لسه كمان. انا هقول لكم برضو على اسعار الكتاكيت لما تنزل كمان، لان هي لسه هتنزل الفترة الجاية ان شاء الله. هتنزل كل حاجة، هتنزل. اول حاجة هتنزل هي الكتاكيت. فاحنا مستنيين اي اخبار حلوة زي دي. برضو لو في اي اخبار حلوة هقول لكم عليها. ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بشكر الناس اللي بتعمل لي تعليقات حلوة، كل تعليقاتكم الحلوة والله بتحفزني وبتوصلني وبتبسط قوي بيها. ودايما هعمل لو انتوا عايزين فيديوهات من النوع دوت اقول لكم على الاخبار الجديدة، وخصوصا الاخبار الحلوة دي، اكتبوا لي في الكومنتات. ويا رب دايما مع بعض، ما تحرمش منكم ومن تعليقاتكم الحلوة يا رب.